السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده من مسلسل هذيك حياتي. في هذه الحلقه غادي نشوفوا علاء اللي غادي يتعدى على زينب وغادي يحط لها فلوس وغادي يمشي، وميسون اللي غادي نشوفوا غادي تنتقم منه وغادي تخليه يدوز اكفس ليله في حياته، وغادي تشرط ليه السياره ديالو وفاش غادي تباعها. الراجل اللي كان متفق مع ميسون وكان باغي ينقذها، علاء بقى كيتضارب معاه، ولكن وقع داكشي اللي ما كانش في الحسبان، حيت علاء ضربه ونهى ليه الحياه ديالو. المهم البداية غتكون مع سلطانة وصالح اللي مشاو يشريو الكاميو باش يصوروا بيه داكشي اللي خطاو ليه. في المنزل ديال انيس غادي نشوفوهم كانوا كيوجدوا في العيد ميلاد ديال فارو، كلشي كان فرحان حتى انيس كان فرحان بزاف، وارزو خبراتو بلي غادا ترجع لسويسرا على قبل العمل ديالها، وهي جات غير على قبل الابن ديالها. انيس تقلق بزاف، من بعد جات حداهم بهار وارزو خلاتهم مع بعضياتهم. بهار خبرات انيس انها مشات دير التحاليل باش تسترجع الكينيا ديال اطاهان. انيس قال لها كون غير خبرتيني كنت غادي نمشي معاك، ولكن انت اللي ما بغيتيش. في نفس الوقت غادي نشوفوا ارزو اللي كانت كتشوف فيهم وما كانش عاجبها الوضع. في مشهد اخر غادي نشوفوا محمود امير وميرفت اللي قال لها انت خاصك تستثمر في شي حاجه، وهي قالت واش ما لاحظتيش ان بهار كتصرف بواحد الطريقه اللي غريبه بزاف، وهذا الشيء كيبان من عينيها. محمود امير قال لي لا، نظن ان بهار غير خاصه شويه ديال الوقت باش تتاقلم مع هاد الحياه. هادشي اللي داز عليها راه صعيب بزاف وصعيب على اي انسان يتقبله، داكشي علاش خاصنا نعطيوها شويه ديال الوقت. وميرفات قالت ليه انا قررت واحد القرار، انا غادي نكتب جميع الاملاك ديالي لبهار. من بعد محمود امير اتصل ببهار وقال لي انا والام ديالك بغينا نتكلموا معاك في واحد الموضوع. من هنا لنص ساعه نتلاقاو في القصر، وهنا غادي نشوفوا صالح اللي كان كيقعد في الكرسي المتحرك ديال الياس، وكذلك غادي نشوفوا سلطانه وميسون اللي كانوا في جنب البحر. ميسون شافت واحد السيد اللي كيقرا في الجريده وطلبات منه باش تقرا الجريده واحد 2 دقائق، وقالت سلطانه شوفي هما راه كتبوا بلي بهار هي الابنه الحقيقيه ديالهم وباننا حنا عصابه. سلطانه قالت لها خليهم يكتبوا اللي بغاو، حنا غادي ننهيو هذا الموضوع وغادي نوريهم كيفاش يتكلموا علينا، حنا غير خاصنا شويه ديال الوقت. من بعد طلبات منها ترجع الجريده، وهنا غادي نشوفوا نعيمه اللي جات عند صالح وسولاتو على نجلاء، وقالت لي واش خلات لك شي رساله، واش تكلمتي معاها. وصالح قال لها لا، انا ما بغيتش نتكلم على هذا الموضوع. المهم نعيمه كانت خايفه لا تظهر الحقيقه بان زينب هي الابنه ديال سلطانه. وهنا نشوفوا بهار اللي وصلت القصر. ميرفت قالت لها هذا الملف فيه مفاجاه كبيره. في نفس الوقت نزلت جوليا وقالت لبهار جيتي في الوقت المناسب. جوليا قادت لي الغرفه ديالها وطلبات منها تمشي معاها باش تشوفها، وقالت لميرفت الا بغيتي تقدري تمشي معانا. المهم طلعوا للغرفه. جوليا قالت لها انا عارفه الذوق ديالك وشريت لك شي حوايج كنتمنى يعجبوك. بهار فرحات بزاف وشكراتها، وجوليا قالت لها مرحبا بك في العائله ديالنا. ميرفت تقلقات بزاف وخرجت تبعاتها جوليا وقالت لها واش ما عجباتكش المفاجاه اللي درت لبهار ولا حسيتي بالغيره؟ داكشي علاش خرجتي ياك، انا متفاهماك وعندك الحق تغيري مني. ميرفت قالت لها انتي شنو كتقولي؟ وهي قالت لها خاصك تولفي على هذا الوضع، واخا انتي الام ديال بهار ما غاداش تعيشي معانا. ميرفت عصبات وقالت لي انا عارفه الالاعيب ديالك، الا وقعت لبنتي بهار شي حاجه بسببك غادا تشوفي مني واحد الوجه اللي ما عمرك ما شفتيه. ومشات وخلاتها. في مشهد اخر غادي نشوفو حنيفه اللي كانت كتعاود الميتون على علاء وشحال كتبغيه، وانها تعرفات عليه في المسبح ديال النادي اللي كتخدم فيه زينب اللي جات حداهم وطالبات منها باش تعطيه واحد الفستان. وحنيفه سولاتها واش علاء غادي يكون تما، وزينب قالت لها حنيفه شرطت عليها تاخدها معاها وزينب رفضت. حنيفه قالت لها ياك ما حاطه العين على علاء، انا كنت حاسه بك من الاول. زينب قالت لها صافي ما بقيت باغا منك والو. وميسون تبعت زينب وسولاتها واش هاد الحفل غادي يكون في الفندق، وهي قالت لها علاش كتسولي. وميسون قالت لها غير على قبلك وصافي، انا عارفه مزيان الناس كيفاش كيتعاملوا تما. وزينب قالت لها غير ساحي، هاد الحفل كيتنظم في النادي ولكن هاد المره قرروا ينظموه في الفندق ديال علاء. ميسون عرفات منها المعلومه اللي بغات باش تنفذ الخطه ديالها. وهنا غادي نشوفو ميرفت ومحمود امير اللي خبروا بهار بان ميرفت الورد ديالها قررت تكتبو في الاسم ديال بهار. المهم بهار وافقات، وميرفت طلبات من محمود امير باش يتكلم مع المحاميين. ومحمود امير كان غير كيفكر غير في المرض ديالو. وميرفت خبراتها بانها شرات ليه واحد المنزل ولكن خايفه لما يعجبهاش الذوق ديالها. ميرفت قالت لها فاش تحسي براسك موجوده باش تسكني معايا انا والخاله ديالك ملكه غادا تلقينا في المنزل الجديد.
بهار شكرات الام ديالها. من بعد مشات المنزل ديال انيس وكانوا كيحتفلوا بالعيد ميلاد ديال فاروق، وحتى اسماعيل كان معاهم. من بعد المصوره طلبات من الضيوف باش يخليو ارزو وانيس يتصوروا مع فاروق. بهار بقى فيه الحال وبعدات منهم. في مشهد اخر غادي نشوفو زينب اللي حضرات نفسها على قبل الحفل ولبسات واحد اللباس، واتصل بها علاء وقال لها واش انتي موجوده، وهي قالت لي اه. المهم زينب مشات للحفل وبقات كترقص وكتشرب مع علاء اللي بقى كيتقرب منها. وهنا غادي نشوف في المنزل ديال انيس عطاو الهدايا لفاروق اللي عجبوه بزاف، وكانت الهديه عباره عن سياره كبيره، وارزو ما عجبهاش الحال. ونراجعو لعند علاء اللي بقاو كيقولوا لي الاصدقاء ديالو رجعتي للعاده القديمه ديالك. هو قال لهم اشنو غادي ندير، ومشى باش ياخذ مشروب اخر وطلب من الاصدقاء ديالو باش يوجدوا ليه الغرفه ديالو. زينب ما بقاش حاسه براسها. هو يقول لي هذا المكان ولا ممل بزاف، اشنو رايك نمشيو مكان اخر؟ زينب قالت لي فين؟ هو قال لها في الغرفه ديالي. زينب في الاول ما قبلتش، ولكن من بعد قالت لي واخا. من بعد ما قنعها. وهنا غادي نشوفو فاروق اللي ودع بهار ومشى مع الام ديالو. ومن بعد ما كمل الحفل جا محمود امير وميرفت باش ياخذوا بهار معاهم، ولكن هي ما كانتش باغا تمشي للقصر على قبل ميسون. المهم بهار بغات تبين لميسون انها هي اللي كتسحق هذاك المكان. وهنا غادي نشوفو ميسون اللي مشات على السياره ديال علاء هي وسلطان وصالح، وقالت لهم هذه هي السياره ديال علاء. ميسون طلبات منهم باش يمشيو ويحضروا الخطه. وهنا غادي نشوفو بهار اللي مشات مع ميرفت المنزل ديالها وقالت لها الا احتاجتي شي حاجه خبريني بها. في مشهد اخر غادي نشوفو زينب في الغرفه ديال علاء. دوزو ليله كامله تما وهي ما حسات بحتى حاجه. علاء حاول يفيقها ولكن هي ما بغاتش تفيق. زينب ما كانت حاسه بحتى حاجه، وعلاء خلى لها رساله وكذلك الفلوس مقابل ديك الليله اللي دوزات معاه. من بعد خرج وخلاها ناعسه. وهنا غادي نشوفو ميرفت اللي مشات لعند بهار الغرفه ديالها وشافتها ناعسه، وبقات كتفكر فيها وما قدراتش تنعس، وبقات كتذكر الايام اللي دوزات معاها وهي ما كانتش عارفه ان هي الابنه الحقيقيه. من بعد عنقات وبقات كتبكي. بهار حتى هي فاقت، وميرفت قالت لها سمحي لي يا بنتي انا كنعتذر منك بزاف، غير كملي نعاسك. وبهار رجعت باش نعس. ميرفت خرجت من الغرفه وبقات غير جالسه كتبكي. وهنا تنشوفو علاء اللي كان خارج من الفندق وشاف ميسون كتشارط ليه في السياره ديالو، وقال لها انت شنو تديري؟ واش تسطيتي؟ علاش شارطتي لي السياره ديالي؟ ميسون هربات هو تبعها. في نفس الوقت صالح وسلطانه كانوا موجدين واحد الكاميرا. ميسون خلات علاء يتبع المكان اللي فيه الكاميرا وقال لها انت شنو درتي؟ وهي قالت ليه غير كنت كنضحك معاك، علاش انت حاقد لهاد الدرجه؟ في نفس الوقت جا هداك الراجل اللي اتفقوا معاه باش ينفذوا الخطه ديالهم ويمثل معاهم، وقال لعلاء انت شنو تدير؟ علاء كان باغي يضربه وهذاك الراجل بدا كيضرب فيه. المهم بقاو كيضربوا زوج. في نفس الوقت صالح كان كيصور. علاء ضرب هذاك الراجل حتى طاح على الطوطوار وضرب على راس ديالو. ميسون بقات كتقول لي انت شنو درتي؟ هو قال انا ما درت حتى حاجه، هو طاح غير بوحدو. ميسون قالت لي واش انت قتلتي الراجل؟ انت دابا وليتي قتال، يلا هرب قبل ما تجي الشرطه. علاء قال لها اشنو كتقولي؟ بعدي مني وخليني نشوف. ميسون كانت باغا تحاول تخوفو وما عرفاش اصلا واش مات ولا لا. المهم علاء حتى هو شاف الدم وفاش قلبو لقاه ما بقاش كيتنفس. علاء كان خايف بزاف وجلس على الارض. ميسون ما بقات فاهمه حتى حاجه، واش هذاك الراجل كيمثل ولا فعلا توفى؟ علاء قال لميسون الراجل راه فعلا توفى. ميسون كانت غير مصدومه حيت الخطه اللي كانت كتمثل فيها ولات حقيقيه، الراجل اللي كيمثل معاهم توفى. وكانت هذه هي نهايه ديال الحلقه. نتمنى الفيديو نال اعجابكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم، الى اللقاء.